ب5 جنيه بس هتنضفي مطبخك وهتنضفي البلاعات عندك كلها ب5 جنيه بس. زي ما قلنا ب5 جنيه بس، ومش هتتكلفي حاجة كبيرة. احنا المحلول ده او البتاع ده بنشتريه من بره غالي جدا، وهو في الاصل رخيص جدا، بس هم بقى علشان الصناعة والازازة البخاخة اللي بيحطوها فيها ومش عارفة ايه ويعملوه، وهو ما بيتكلفش اي حاجة ورخيص جدا. يلا بينا نشوف ايه هو المكون دوت اللي هينضف لنا المطبخ من الدهون ومن كل حاجة، والبلاعات كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. شفتوا زي ما قلت لكم الكيس دي ب5 جنيه، انا واخده منه كمان مرتين قبل كده، منضفه بيه البلاعات مرتين. انا بجيب الكيس ده بيقعد عندي شهر وزياده، بعمل منه علشان بلاعه المطبخ دايما بتسد عندي، دايما بتسد، اللي هي الماسوره اللي في الحيطه، مش المصفى نفسها بتاعت الحوض، لا الماسوره اللي في الحيطه. فهنشوف مع بعض هنستخدمه ازاي ونعمله ازاي وايه هو ده. بس في الاول عايزه اقول لكم ده تحذير وبحذر جدا، لان ده خطر على الايد وعلى الاطفال كمان، تشيليه في مكان بعيد. انا بعلقه في ظهر المطبخ من ورا علشان ما حدش يطوله من العيله، وخاصه محمد، لان ده صودا كاويه او البطاطس. البوتاز ده انا اكتشفت ان انا كنت شاريه بتاع دوت، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو اسمه باور دوت، ولا اللي بينظف الدهون. فاكتشفت ان هو البوتاز حاطينه في ميه وخلاص وبتاع. طب احنا ليه نروح نشتريه بالغالي؟ وكنت شاريه يعني الريتل معدي، كان ايام زمان يعني كان بحاجه و20 جنيه، شوفي دلوقتي هيبقى بقد ايه. فانا قلت لما نجيبه ونعمله في البيت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. دي اي حاجه تحط فيها رتل ميه، رتل ميه، ومعانا نص كوبايه سائل المواعين، اي سائل مواعين عندك، اي سائل مواعين انت بتستخدميه. وهنحط في الرتل الميه دي معلقه واحده من البوتاص او الصودا الكاويه، معلقه واحده اهي في الرتل الميه بس. ده لو هتنضفي اي دهون عندك، البوتاجاز عليه دهون، الحيطه اللي ورا البوتاجاز هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. اي دهون عندك هتنضفي بيه. يستحسن اي بتاع بقى تدلبي بيه، هو كده كده على فكره اي صابون احنا بنستخدمه، سواء الصابون السائل او الصابون اللي بريحه او اي صابون، بيبقى فيه صودا كاويه يعني. بس انا لما جبت الباور لقيته عباره عن كده بس، حتى مش كانوش حاطين عليه صابون سائل، هو بتاع البوتاص او الصودا الكاويه مع الميه وخلاص، واسمه باور. انا كنت بجيبه من عند بتاع المنظفات اللي جنبنا بس اهو كده. وهنحط بقى الايه، اي صابون سائل عندك تحطيه وتقلبيه كويس. اي صابون سائل تقدري تستخدميه في الوصفه دهية، بس بحذرك ان انت تعملي كميه او هتعملي حاجه تشيليها بعيد. لو عندك اطفال، لو عندك اطفال تشيليها بعيد عنهم. انا بحذر اهو تاني، لو عندك اطفال تشيليها بعيد عنهم. انا مليت البخاخه دي، لو عندك بخاخه، عندك اي ازازه فاضيه حط فيها، مش ضروري بخاخه، وادي اللي فاض من الكميه، يعني هيقضيكي فتره كبيره جدا ومش هتتكلفي اي حاجه. يعني معلقه واحده تعتبر ب1 جنيه، هتنضفي بيها مطبخ. شوفوا الطبق دوت كان فوق المطبقيه، طبعا الزيوت
ده اقل واجب عملته معايا يعني، وبقاله فترة كبيرة انا ما كنتش بستخدمه خالص. فهنجرب عليه الوصفة بتاعتنا ونشوفها هتنجح ولا لا. هو اللي انا كنت بشتريه من بره، الراجل كان قايل لي قبل ما تستخدميه في ازاله الدهون تعملي ميه سخنه على المكان اللي عايز يتنضف او اي حاجه عايزه تنضفيها من الدهون. فهو دوت هنجرب برضك معاه. ادي الميه السخنه بتغلي هي، هحطها على الطبق من بره اهو. انتوا شايفين، ياك تكونوا بس شايفين البخار طالع اهو، ميه سخنه هي بتغلي. هنفضي بس الميه اللي فوق دي، والطبق طبعا حامي من الميه السخنه. ولازم أن تكوني لابسة جواندي دي اللي كان عندي دلوقتي، يعني أنا مش شارياه مخصوص، كان عندنا من أيام كورونا. وهنرش عليه المسحوق اللي احنا عملناه، أو الباور اللي احنا عملناه بجنيه واحد بس اهو. وهنشوف النتيجة. شفتوا؟ يا ريتني كنت صورت لكم البتاع قبل وبعد. شفتوا انا برش بس بينزل ازاي. استنى اما اقفل اهو. انا قلت بس اما اشيل اللي بتاع من على الحامل واشوف. شفتوا؟ رش بس اهو، من غير ما امد ايدي، من غير ما امد ايدي ولا سلكه ولا اي حاجه خالص. اظن شفتوا معايا التجربه نجحت اهي، وما كلفتناش الا جنيه واحد بس، وعملت لنا كميه كبيره جدا. شوفوا دلوقتي اللي احنا بنروح نشتريه من بره غالي قد ايه وثمنه قد ايه. انا لسه ما عملتش بالسلكه اهو، السلكه لسه اهي هعمل بيها. شفتوا؟ هي الميه السخنه على فكره ساعدت يعني كتير، انها خلت الدهون تبقى عامله. فهنضفه واوريه لكم في الاخر. شوفوا منظر الطبق، والله اختراع فعلا، اختراع وما كلفنيش اي حاجه. 5 جنيه خدت منهم معلقه واحده بس، مش عارفه ايه البقع اللي في القعر ديت اهي. شفتوا الطبق من بره عامل ازاي؟ وما خدتش حاجه من الازازه. شفتوا؟ والله اللي انا رشيته عليه ما رشيتش تاني. شفتوا؟ ما خدتش حاجه من الازازه. ولسه اللي باقي الرتل اللي في الطبق، رتل الميه. هنشوف هنعمل بيه حته ورا البوتاجاز ازاي. شوفوا بقى الدهون، كميه الدهون اللي ورا في حته ورا البوتاجاز. شوفوا عامله ازاي. انا بقالي فتره فعلا، لان انا كنت تعبانه شويه يعني من العيد على فكره ما اتعملتش. شوف بقى لها كام شهر، لان انا كنت تعبانه والاولاد يا دوبك ينضفوا البوتاجاز وخلاص. شوفوا هنشوف هننضفها ازاي بالاختراع اللي احنا عملناه وما كلفناش حاجه. وزي ما قلت لكم هتجيبوا الكيس هيقعد معاكم شهر والزياده، لان احنا بعمل بيه زي ما قلت لكم البلاعه بتاعت حوض المطبخ. شفتوا الحيطه؟ هننضفها ونشوفها مع بعض. بس هنضفها بقى لوحدي لان مش هقدر اصور وانا بعمل. اظن انتوا جربتوه مع الطبق وهنشوف. شوفوا برش البتاع بتنزل ازاي، زي ما يكون كده، ومن غير ميه سخنه كمان لان مش هحط ميه سخنه على الحيطه. شوفوا بتنزل ازاي. شوفوا زراير البوتاجاز عامله ازاي. هو البوتاجاز كان من فوق نضيف يعني، مش عامل قوي لان البنات بتمسحه كل يوم. بس الزراير عامله ازاي، ما كانوش بيجي يومتها. شوفوا دي انا رشيت عليها وسبتها، ودي اللي عملت ازاي يعني لسه برضك وهنشوف في الاخر التشطيب النهائي. شوفوا العيون بقت بتلمع ازاي.
بس عايزه اقول لكم على تحذير بتاع دوت، حتى اللي انا كنت بشتريه من بره اللي هو مش عارفه اسمه ايه دوت الغالي، تحطيه على الاستانلس ما بيجرالهوش حاجه، بيلمع على الاستانلس، لكن الالومنيا بيطفي لمعتها ازاي. ما تحطش على الالومنيا وتسيبيه، لان برضو كنت تاني حصل مني، انا كنت بغسل عيون البوتاجاز وكانت عامله محروقه، فقلت اما انقعها في الصبح لقيتها كلت الالومنيا، كلت كل الالومنيا اللي انا كنت جايباه من بره، عشان كده عرفت ان هو برضو صودا كاوية. ده جنب البوتاجاز اليمه اللي بيقلوا فيها على طول عامله ازاي. هما طبعا كانوا بينضفوا البوتاجاز من فوق ويسيبوه الجناب، فانا هعمل الجناب معاكم دلوقتي. شوفوا الفرق بقى بعد ما عملته، بعد ما عملت الجنب، اظن واضح الفرق تماما بين الاول وبين دلوقتي. ده ظهر غطا البوتاجاز من فوق، شوفوا من الركنه عامل ازاي. معلش انا بقول لكم ان انا كنت تعبانه وبقالي فتره، وهما كانوا بينضفوا بس سطح البوتاجاز من فوق وبس. شوفوا بقى الجمال والحلاوه، شفتوا والله ما خدت معايا 5 دقايق، لان انا حطيت حبه من السائل اللي انا عملته مع حبه ميه سخنه، يعني زودت ميه سخنه بسيطه، ورحت جايه بالسلكه العاديه على طول من اول مره كان طلع على طول، والله ما خد 5 دقايق. كنتوا شفتوا منظره الاول كان عامل ازاي البتاع ده الغطا ده، علشان ألمونيا انا ما سبتهوش عليه كتير، لان زي ما قلت لكم ان هو بياكل الالومنيا دي اللي انا كنت جايباه من بره، ما اعرفش دي، بس انا قلت اكيد هيبقى زيه، لو سبته هياكل الالومنيا برضو. ايه رايكم بقى؟ شفتوا الحيطه بقى بعد ما نطفت، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شفتوا الحيطه اللي في الجنب، اظن في فرق كبير جدا اهوت باين النظافه اهو. وهي الحته اللي كانت جنب البوتاجاز اهي، انا قلت لكم جنب البوتاجاز والركن كان عامل ازاي والله. بس احسن حاجه انا زودت ميه تاني على فكره، لان البتاع كان تقيل، وحطيت ميه سخنه وبقيت بالسلك على طول كده اهوت، هتنجز معاكي. ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله تستفيدوا منه. اهي البخاخه كملتها كمان، وهم الحبه اللي فاضوا كمان من الطبق، انا قلت لكم انا حطيت ميه سخنه في حبه في طبق وبقيت اعمل بيها، وهم اللي استعملتهم ومسحت بيهم الارضيه كمان تحت البوتاجاز. لو كنت وريتها لكم الله وكيل يعني. يلا الحمد لله، وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين، ويا رب تستفادوا من الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو عندك فضل المطبخ بيسد زي عندي كل شويه علشان الدهون، معلقتين من الكيس دوت هتسلك لك كل حاجه اهوت. هنشوف ايه الكيس دوت وفي ايه. ادي اول معلقه كده هنحطها في قلب الماسوره اللي في الحيطه اهي، شوفوا. وادي كمان تاني معلقه اهي في الماسوره اللي في الحيطه. انتوا سامعين انها نزلت في قلب الميه اهي. اهو انا حطيت البوتاص او الحاجه دي في قلب الحوض اهوت، وكنت حاطه ميه بتغلي، ميه بتغلي، عمال ما تحطي المعلقتين كده وبعدين تروحي مفضيه الميه اللي بتغلي في قلب الماسوره برضه. بعد ما فضيت الميه اللي بتغلي في ثواني مش هتلاقي اي حاجه في الحوض، في ماسوره الحوض بتاعه المطبخ بتاعه الحمام، اي ماسوره